السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بيبو أو براق من قناة بيبو جيمر. إن شاء الله في هذا الفيديو بوريكم هجمتين مسح تاون هول. واحدة مسح تاون هول 9 من دون ملك ومن دون مشروبات كلها، بس 3 مشروبات مع الملك ومن دون الملكة. طبعا من دون الملكة جيش كامل من دون الملكة مسحت تاون هول 9. وبوريكم هجمة تاون هول 8 ضد تاون هول 8 باستراتيجية القهوي، بس مشروبين تم مسح القرية كاملة. طبعا شرح استراتيجية القهوي موجود في قناتي من قبل. صراحة سبب اني يعني بصور كذا يعني ملخبط شوي، عشان انا صورت قبل شوي فيديو، صورت الهجمة اللي هجمتها ضد تاون هول 9 اونلاين او بشكل مباشر. صورت الهجمة بالضبط وبالتفصيل مثل ما هي يعني على الواقع. هجمت معاكم اونلاين، صرت اشرح في الهجمة. صراحة انقهرت جدا عشان المقطع اللي صورته كان البرنامج التصوير اللي جالس اصور فيه خربان او مو راضي يشتغل او شغال، لكن التسجيل ما ادري ليش راح. للاسف يعني كان تسجيل جدا خرافي وما قدرت اعيده بالتفصيل. ليش؟ عشان صورت لحظة دخول الكلان ليفل 8، لحظة جدا 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 كبيرة وجميلة بالنسبة لي. عشان هذا الكلان تعب سنتين بالنسبة لي. سويت الكلان قبل سنتين طبعا، ووصلنا بعون الله وبفضله ليفل 8. طبعا الكلام مفتوح لجميع الإخوان في قناتي. أنت اللي جالس تشوف هذا المقطع حياك الله في الكلان. الكلان الحمد لله جدا يعني جميل وخرافي من ناحية الدعم ومن ناحية كل شيء. في ناس وحوش 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 كينج، وعندكم سمعة، وعندكم ناس جدا كثيرة والله وحوش. ما ادري كيف اشكرهم صراحة، جدا كثيرين الناس الوحوش. ما ابغى اذكر اسماء عشان لا حد يزعل. صراحة الكلام مفتوح للجميع. دخلنا ليفل 8 بفضل الله، الحمد لله رب العالمين. طبعا وصلنا ليفل 8 بعد عناء، وحبيت اشارك اللحظة معاكم بما انكم مثل اخواني. لازم اشارككم كل شيء جميل وكل شيء في يخصني يعني في القناة. طبعا مثل ما قلت لكم على سيرة شيء يخصني، انا سويت الفيديو مو بالماضي اللي قبله، سويت حلقة اسألني، لكن الاسئلة ما اكتملت او ما جاني عدد كافي للاسئلة اني اسوي حلقة كاملة. لو ما سألتني او حاب تعرف اي شيء عني، روح الفيديو اللي بتلاقي رابطه في الوصف او قبل فيديوهين في القناة، نزلت حلقة اسألني. وشكر ل1000 اخ في قناتي، وهناك ان شاء الله اسألني وبجاوب على جميع الاسئلة في الحلقة القادمة او اللي بعدها حسب الاسئلة اللي بتجيني. طبعا مثل ما قلت لكم الفيديو هذا بس كذا عشان اشارك معكم اللحظة وعشان اوريكم هجمتين وعشان لا يكون الفيديو قصير. طبعا هذه الحرب تاون هول 7 كنا فزنا على تاون هول 9، مسحناهم مسح 20 نجمة، بس باقي 3 قرى ما قفلناهم اللي هم تاون هول 9 ماكس. طبعا هذه الهجمة اللي هجمتها قبل شوي، انا 3 هجمت على 5. طبعا ما عندي ملكة، وهذه الهجمة مثل ما انتم شايفين امامكم. اول شيء اسحب الدعم، خلينا نسرع الهجمة. صراحة هجمت اونلاين، لكن للأسف الشديد راحت الهجمة، وهذا شيء قهر جدا جدا. تعبت جدا وانا اصور لكم واشارك معاكم اللحظات الجميلة، لكن للأسف ما قدرت انزل طبعا من هنا هجمت نزلت الجول وراء مفجر جدار. هذه استراتيجية القهوي للتاون هول 9. لو حابين اشرح لكم هي طبعا قولوا لي تحت، اشرح لكم هي زبدة قولوا لي تحت في اسفل الفيديو في التعليقات، وان شاء الله بسوي لكم شرح مفصل عن الاستراتيجية للتاون هول 9. طبعا انا نزلت شرح مفصل عن الاستراتيجية للتاون هول 8، وهذه استراتيجية صراحة هي الاستراتيجية الوحيدة اللي استخدمها في الحروب، ومستحيل تمزح. ما في اي قرية ما تمزح فيها، تمسح كل القرى من دون اي استثناء. طبعا خلنا نشوف، اسرع لكم الهجمة. هاجمت من هنا، نزلت الهوك وطلع الجاينت بومب ولحقتهم في انعاش. الحمد لله جت الهجمة مسح من دون لا استخدم كل المشروبات، بس استخدمت 3 مشروبات. وطبعا لا ننسى ان الملكة مو موجودة معاي، هجمتي كانت من دون ملكة. باقي دفاعين وبكذا تنتهي الهجمة. طبعا جاني طلبات على استراتيجيات مسح في الحروب. لو انت تبي مسح في الحروب بس قول لي، وان شاء الله بنزل للتاون هول 9 و8. طبعا جاني طلبات كثيرة على التاون هول 8، وانا مو ناسيكم، بنزل كثير اشياء للتاون هول 8 بالمستقبل. اغلب المشتركين او اغلب الاخوة في قناتي تاون هول 8 ان شاء الله بفيدكم وبنزل لكم اشياء كثيرة بالمستقبل.
لو حابين تشوفون هجمات مسح في الحروب قولوا لي، لو حابين اشرح لكم استراتيجيات او اشياء حق نفط، ومثلا طريقة تجميع النفط، استراتيجية فالكري، اشياء كثيرة قولوا لي وان شاء الله بسوي. طبعا مثل ما انكم شايفين جاء المسح 3 نجوم، 21 هوك، 1 قلم 13 وزر، 3 مفجر جدار، 3 فالكري ريدر 3، الملك طبعا، 3 ارشر، 2 سم، 1 جمب سبيل، 2 هيل سبيل، 1 جول، من دون لا استخدم الهيل سبيل الثالث. تم المسح القرية 3 نجوم. طبعا اي واحد حابب انزل شرح مفصل للحروب يقول لي، هذه الحلقة تقدرون تعتبروها بس مشاركة للاخوان في قناتي. طبعا هنا هذه الهجمة انا هجمتها على تاون هول 7 او تاون هول 8 عفوا، تاون هول 8 ضد تاون هول 8 تقريبا مستوى قريتي لكن الجدار اقل. هنا فجرت الجاينت بومب واحاول افجر الجاينت بومب الثاني لكن ما تفجر. نزلت السم ومثل ما انكم شايفين جالس اذبح الدعم، ويوم يموت الدعم او وقت يموت الدعم اهجم من هذه الجهة. هجمت من هذه الجهة مثل ما انكم شايفين وان شاء الله بينمسح. طبعا الاستراتيجية هذه جدا 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 خرافية بكل معنى الكلمة، مستحيل ما تمسح اي تصميم للتاون هول 8، اي تصميم من دون استثناء، كل التصاميم تنمسح فيها، حتى لو في قنبلتين بجنب بعض بينمسح، يعني بينمسح. تاون هول 8 صراحة انصحهم كلهم في هذه الاستراتيجية يطورون الهوك حقهم عشان يقدرون يستخدمونها، جدا خرافية صراحة. ولو تحبون انزل شرح ثاني عنها ابشروا بس قولوا لي في التعليقات. ولو حابين تشوفون المرة الثالثة اقول لكم هي، لو حابين تشوفون هجمات مسح للتاون هول 8 و9 وحتى 7 قولوا لي وان شاء الله بنزل لكم. طبعا جاني طلبات كثيرة للتاون هول 7، اعتذر عشان ما انزلها، لكن ما عندي تاون هول 7 بس قريبا ان شاء الله بجيب قرية تاون هول 7 وبصور لكم ان شاء الله. طبعا كذا جت الهجمة 3 نجوم في استراتيجية الجولم والهوك مثل ما شفتون امامكم. لو حابين اسوي شرح مفصل عن استراتيجية قولوا لي في التعليقات. ودحين خلنا نبارك للشباب بالليفل 8، مبروك شباب ليفل 8 وشكرا على جهودكم. خلنا نقول لهم وشكرا على جهودكم انتم على اليوتيوب تحبون تقولون للمشتركين. طبعا الكلام مفتوح للجميع مثل ما انكم شايفين. هذا هو الكلان تاون هول او عفوا ليفل 8. الكلان جدا ما شاء الله متفاعلين الاخوان في الكلان، حياكم الله. الكلان في جنسيات كثيرة مشكل، عندكم عراقي وعندكم السعودي وعندكم السوري، كلنا اخوان بالكلان ما يهمنا الجنسيات، وحياكم الله. طبعا اي شيء ما عدا العمالقة يبي اي شيء ما عدا العمالقة. خلينا نعطي ارشر ماكس، صار نقدر ندعم 8 ارشر بدل 6 ارشر 8. وشكرا على جهودكم انتم على اليوتيوب. وش تحبون تقولون للمشتركين؟ في حد موجود؟ انهم احلى ناس ولولا دعمهم ما كنا وصلنا الى هذا المستوى. تسلم ولبى قلبك. خلينا نقول له احنا بنحبكم كلكم، بتنورونا بالكلان. شكرا لكم ولايك وشاركونا. عشان خالد اكس ابو يوسف تعالوا الكلان يقول لكم بتنورونا الكلام. حياكم الله. طبعا في الكلان خلنا نعطي عمالقة واقول له زلزال شوي بيصير. والله معلم زلزال، خلنا نخلص له الزلزال بالجواهر، يستاهل رجال. سويت له زلزال، وين موجود؟ باقي موجود. وهذا الزلزال بالجواهر لعيونك يا فارس، لا عيونك. وطبعا دعمت زلزال عادي. والحين اجهز لك يقول تم لايك ومشاركة واذا ممكن تعليق. شكرا للجميع. طبعا لا تخيبون لا تخيبون الشباب في الكلان، طالبينكم يقولوا لكم لايك ومشاركة للقناة. شكرا للجميع. ان شاء الله تطلع تعليقاتكم في اليوتيوب، تعليقاتكم في اليوتيوب.
اخواني والله انهم اخواني واعز الاخ فارس وكل الاخوان في الكلان. والله ان الكلان صراحة جدا جدا بالنسبة لي اخوان، وانتم طبعا اخوان، ولو ما كنت اخوان ما كنت شاركت معاكم هذه اللحظات الجميلة اللي الحين في الكلان. حياكم الله في الكلان، بتنوروني، واي سؤال عندك روح الفيديو حق اسألني واسألني، وان شاء الله بجاوب على جميع الاسئلة. ودحين خلينا نودعهم، يلا سلام سلام عليكم، وان شاء الله بنزل الفيديو مثل ما قلت لكم يا اخواني. وحياكم الله في الكلان، لاخر مره اقولها، معليش حبيت اشارك معاكم اللحظات السعيده اللي بمر فيها في الكلان عشانكم اخواني مثل ما هم اخواني. نورتوا القناه يا شباب، لو انت مشترك اشترك، انشر المقطع. وطبعا مثل ما قلت لكم لو عندك اي سؤال لي قوله وان شاء الله بسويه، مستحيل اتجاهل اي تعليق عندك، اي ملاحظه عندك، اي انتقاد عندك قوله وان شاء الله بسويه. لا تنساني من اللايك، لا تنساني من التعليق، لا تنساني من الاشتراك وبس. للتواصل معي طبعا سناب شات الظاهرة امامكم في الشاشة وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.